واحد من اشهر القتلة المتسلسلين مش في العالم العربي بس، لا ده في العالم. جريمته في الترتيب ال 32 عالميا، واتصنفت من ابشع جرائم القتل المتسلسل حول العالم. عدد الضحايا اللي قدروا يتوصلوا ليهم 32 جثة، ويقال 38، لكن عدد الضحايا الحقيقي مش معروف، وهو نفسه مش فاكر العدد كام. التوربيني كان كل اللي فاكره وقت التحقيق ان اللي كان بيغضب عليه بيستدرجه لسطح القطر وبيغتصبه وبعدها بيرميه مع اول قطر معاكس معدي علشان يتاكد ان الضحيه ماتت واتقطعت تحت القضبان. حكايتنا النهارده عن السفاح التوربيني، وعشان نعرف الحكايه يبقى نرجع للبدايه. وقبل ما نبتدي حكايتنا اعرفكم بنفسي، انا احمد، ولو انت اول مره تشوف قناتي فانا بنزل قصص وحكايات مثيره للاهتمام. ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناه. ولو انت على الفيسبوك يبقى ما تنساش تعمل فولو للصفحه، ويا سلام لو عملت لايك وشير. ويلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. بدأت الحكاية يوم الاثنين 27 نوفمبر سنة 2006. العمال اللي شغالين في محطة قطار شبرا الخيمة كانوا بيعملوا صيانة في المكان، وهم شغالين لقوا أشلاء لطفل داخل سراديب المحطة، وفي الحال بلغوا الشرطة. ومفيش بعدها بكام يوم لقوا أشلاء لطفل تاني بس في مكان تاني عند محطة قطار الإسكندرية. ومفيش بعدها برضه بكام يوم لقوا أشلاء لطفل تالت عند محطة قطار طنطا، بس كان بيربطها عامل مشترك واحد، وهو انهم كلهم ماتوا على قضبان السكه الحديد. والسبب الثاني المشترك انهم اطفال في سن صغير. هنا الشرطه عملت حمله كبيره في انفاق واشرطه السكك الحديديه عشان الشرطه تتفاجئ ويلاقوا اكتر من 12 جثه جديده، وللاسف كلهم للاطفال، ومش اي اطفال، دول الاطفال الشوارع. ومن هنا الشرطه لقت نفسها مش قدام جريمه قتل عاديه، وانهم قدام قاتل متسلسل له نفس البصمه في القتل، وضحاياه كلهم من الاطفال. ومسرح جرايمه هي سكك الحديد، وكمان هوايته هي اغتصاب الضحيه وتعذيبها وقتلها. ساعتها انتشر الخبر جدا في الجرايد والاعلام، وكانت صدمه كبيره في المجتمع المصري، خاصه ان كل الضحايا كلهم اطفال، وسادت حاله من الرعب من السفاح المجهول. كان وقتها كان في ضغط كبير على اجهزه الشرطه، والشرطه برضه وقتها ما سكتتش وعملت حاله استنفار كبيره، وبدا رجال البحث الجنائي انه يعمل حملات كبيره على اماكن تجمع المشردين واطفال الشوارع. وفي خلال حملتهم قابلوا كتير من اطفال الشوارع، لحد ما في حمله من الحملات تم القبض على واحد من شباب الشوارع كان اسمه احمد سمير الشهير ببقه، وافتكروا الاسامي دي كويس. وكان ساعتها بقه هربان من التوربيني في حوار كده ما بينهم هبحكي لكم عليه قدام. وفي اسم شرطه شبرا الخيمه بدا التحقيق مع بقه اللي عمره وقتها كان 16 سنه، وهو واحد من رجاله التوربيني. وفي نفس الوقت في طنطا تم القبض على واحد اسمه محمد عبد العزيز وشهرته السويسي، وكان برضه عنده وقتها 17 سنه. الاثنين اعترفوا وقتها انهم في عصابه لخطف واغتصاب اطفال الشوارع، وان زعيم العصابه بتاعتهم شخص اسمه التوربيني. وواحد من المحققين اللي اشتغلوا على القضيه قال انه ما كانش بينام في الفتره دي، وان الجثث اللي لقوها كانت في حاله بشعه، ووقتها كان في حاله ذعر كبيره بين الناس. وبعد القبض على بقه والسويسي اتبين ان التوربيني هو السفاح اللي بيدوروا عليه، وقدر رجال الشرطه انهم يقنعوا بقه والسويسي انهم يتعاونوا معاهم، وبرضه قدروا يقبضوا على كل افراد العصابه. وعشان يقبضوا على التوربيني عملوا ليه اكتر من كمين لحد ما في الاخر قبضوا عليه. طب واحد زي ده ايه اللي يخليه يكون عصابه كبيره وكمان في عدد من المحافظات لاغتصاب الاطفال وقتلهم؟ ومين التوربيني ده وليه اصلا كان بيعمل كده؟ تعالوا بقى نعرف اكتر عن شخصيه التوربيني، ومنها هنلاقي الاجوبه على كل اسئلتنا. التوربيني اسمه الحقيقي رمضان عبد الرحيم منصور، واللي كان عمره وقت القبض عليه 27 سنه، واشتهر باسم التوربيني. وعشان نعرف الحكايه يبقى نرجع بالبدايه. رمضان وهو صغير وهو عنده 12 سنه اضطر انه يشتغل في كافيتيريا عند السكه الحديد بطنطا، وده عشان يساعد اسرته الفقيره. صاحب الكافيتيريا اللي كان شغال فيها رمضان كان شخص بلطجي وظالم، وكان اسمه عبده التوربيني. ركزوا في الاسم ده. رمضان الصغير اشتغل عند عبده التوربيني، ولما خلص الشهر بتاعه وكان مستني القبض بتاعه او الراتب الشهري رد عليه صاحب القهوه وقال له مالكش قبض عندي، ورفض يديله اي اجره. ساعتها يعني فضل رمضان صاحب ال 12 سنه يلح عليه ويقول له انا عايز فلوسي، لكن عبده كان بيرفض. ومن كتر الحاح رمضان وزنه وانه عايز فلوسه وانه مش هيسيب حقه، قام عبد التوربيني قال له لو عايز فلوسك تعالى معايا، انا رايح دلوقتي على اسكندريه عشان ليا فلوس هناك، تعالى معايا وانا هديهم لك. رمضان ساعتها يا عيني طار من الفرحه وانه خلاص هياخد فلوسه. ساعتها عبده الراجل الكبير صاحب القهوه خد معاه رمضان الطفل الصغير اللي عنده 12 سنه وركبوا على سطح القطر. ما تستغربش ان هو خده على سطح القطر، للاسف في فتره من الفترات كان في ناس عشان تهرب من دفع ثمن التذكره كانوا بيتسطحوا
فوق سقف القطارات. المهم عبده خد رمضان فوق سطح القطر، واول ما القطر اتحرك عبده ساعتها كتف رمضان واعتدى عليه وبعدها رماه من فوق القطر. لكن رمضان وقتها ما ماتش، لكنه اتصاب وقتها بعاهه مستديمه في عينه خلته احول، مع شويه اصابات كده في جسمه خلته يقعد في المستشفى لاكتر من شهر يتعالج. خرج رمضان من المستشفى وهو مصاب بحول في عينه، ومصاب اكتر بحزن واكتئاب وانطواء من اللي حصل له. وساعتها رمضان قرر الانتقام، لكن للاسف المعلم عبده التوربيني مات في حادثه عربيه. وساعتها انتقام رمضان يتحول من انتقام لتحوله لشخصيه عبده التوربيني، ويكون هو التوربيني الجديد، يخطف الاطفال يغتصبهم ويرميهم من فوق اسطح القطارات زي ما اتعمل معاه بالظبط، لدرجه انه سمى نفسه التوربيني. بدا رمضان بتكوين تشكيل عصابي خاص بيه، ومهمتهم هي البلطجه، وياخدوا اتوات من اطفال الشوارع، واللي ما يدفعش ياخدوه فوق سطح القطر ويموتوه. وكان ساعتها افراد عصابته حناطه والسويسي وبزازه وبقه والجزار وليله كبيره سعادتك. وكان رمضان اختار قطار التوربيني تحديدا عشان يكون مسرح لجرايمه، والتوربيني ده كان اسمه قطار فرنساوي دخل الخدمه في مصر سنه 1982. وكان القطر ده مشهور بسرعته وشكله الجميل والوان مصر اللي بتزينه. والقطر ده بالتحديد كان في مكان منخفض عند العربيات المكيفه، وكان المكان ده سهل يمارس فيه كل جرايمه. كان اوقات التوربيني بيقنع الاطفال انه هياخدهم في رحله فوق سطح القطر، وزي ما قلنا دي ظاهره قديمه كان بيعملها المسافرين اللي مش عايزين يدفعوا تذكره القطر. كان التوربيني ياخد الطفل من دول، واول ما القطر يتحرك يبتدي بتهديد الطفل، وانه لو ما سمعش كلامه هيرميه من فوق القطر، وبعدها كان بيقوم بالاعتداء عليه، وبعد كده يعذبه، وبعدها يرميه من فوق سطح القطر. وللاسف كان في جثث مش كانت بس اعتداء، ده كان اوقات بيقطع اجزاء من جسمهم وهم صاحيين قبل ما يرميهم. وفي واحد من الليالي كان في طفل متسول اسمه محمد كمال دخل نفق من انفاق المترو عشان ينام فيه، ولكن قدروا رماه في سكه التوربيني وعصابته اللي مسكوه وخدوا منه كل اللي في جيبه. وبعدها التوربيني طلب من عصابته انهم يعتدوا عليه، وبعد ما خلصوا كلهم جه دور التوربيني اللي هو كمان اعتدى على الطفل وسط صراخ الطفل واستنجاده. وبعد ما انتهى التوربيني جاب حجر كبير وفضل يضرب على دماغ الطفل لحد ما كسر جمجمته، ولما اتاكد انه مات دفنوه في النفق ومشي. عاش التوربيني وعصابته في 6 محافظات في مصر لمده 3 سنين، قتل خلالها اطفال كتير جدا، ومعظمهم ماتوا برميهم من فوق القطارات، ومنهم اللي غرقهم في الترع والمصارف، ومنهم اللي اتدفن في الانفاق والسراديب. ماتوا كلهم بابشع الطرق الوحشيه دون رحمه. وعلى الرغم من صراخ الاطفال واستعطافهم ليه، الا ان قلبه كان حجر ما بيمشيش غير ورا نزواته وعقده النفسيه. وفي مره من المرات طفل اسمه احمد ناجي اتمكن انه يهرب من تحت ايد التوربيني قبل ما يعتدي عليه، وجري احمد ناجي على الاسم وعمل بلاغ في التوربيني، وفعلا الشرطه قبضت على التوربيني واتحبس فتره صغيره بتهمه محاوله هتك عرض، وبعدها تم الافراج عنه. ولما خرج التوربيني من السجن طلب التوربيني من عصابته انهم يدوروا على الطفل ده ويجيبوه ليه، وفعلا عصابته وصلت للطفل احمد ناجي واخدوه في واحد من مخازن السكك الحديد، واللي كان مستنيهم هناك التوربيني. اتفزع الطفل اول ما شاف التوربيني قدامه، وساعتها امر التوربيني وعصابته انهم يعملوا عليه حفله، يعني بالبلدي يعتدوا عليه. وفعلا اتناوبوا افراد العصابه على الطفل لمده 3 ساعات، وبعد ما اعتدوا عليه دخل عليه التوربيني وكتفه وكممه من بقه وطلع بيه لسطح صهريج مهجور ارتفاعه 30 متر، رغم ان عصابته اللي ما عندهاش قلب قالوا له بلاش يعمل كده وبلاش يرميه من فوق، لكن ما سمعش الا لصوت شيطانه ورمى الطفل من فوق الصهريج، ووقع الطفل احمد وفارق الحياه. كل ضحايا التوربيني كانوا اطفال اللي كانوا بيعانوا مراره العيش في الطرق والشوارع، لا ليهم مأوى ولا شغل غير التسول، والاكل بتاعهم من مقالب الزباله، ونومهم تحت الجسر او على رصيف او على طريق. انتهى بهم الحال في حضن سفاح ما بيرحمش. وضحايا التوربيني كلهم ما كانوش اطفال ذكور، ليه؟ التوربيني في مره كان اعجب ببنت كان بتبيع جرايد في القطر، كان اسمها عزه بربش. ايوه بربش، التوربيني يعني هيعرف ايه؟ اكيد بربش او ثانيه جنح. التوربيني حب عزه بربش وقال لها عايزين نكمل نص ديننا، قالت له قشطه يلا بينا على المأذون. قال لها لا احنا هنضرب ورقتين عرفي وكده حلو قوي. وبما ان التوربيني كان شخص دمه حامي وما يقبلش ان مراته بربش تشتغل في القطارات، خدها واجبرها انها تشتغل في الدعاره، وكمان تجيب له بنات تانية عشان يشغلهم في الدعاره. والتوربيني اعترف بنفسه انه قتل 3 بنات، ده اكيد بعد ما اعتدى عليهم. واحده منهم كانت من محافظه البحيره، وواحده من القاهره قرب موقف عبود، والثالثه كانت من محافظه بني سويف. التوربيني كان باين انه شخص طموح وكان بيحاول يعمل سيره ذاتيه ليه مميزه وفيها الجديد كله. نرجع لبدايه قصتنا لما الشرطه قبضت على بقه والسويسي، وساعتها بقه طلب من الشرطه انه هيحكي لهم كل حاجه، بس طلب الحمايه
لان التوربيني لو شافه هيقتله، لان بقه ساعتها خان التوربيني مع عزة بربش مراته. وبالفعل الشرطه ادت لبقه الامان وعليه بقه اعترف بكل حاجه. وساعتها الشرطه عملت اكتر من كمين لحد ما قبضوا على التوربيني. وبعد القبض على التوربيني وقف قدام النيابه، واول ما النيابه ورجال التحقيق واجهوه بالتهم اعترف بكل شيء وحكى لهم كل حاجه، من انه ازاي بيستدرجهم وبيغتصبهم وبيقتلهم. وقال لهم كمان انه كان ليه مواصفات خاصه في الاطفال، واهمها ان عمره ما يزيدش عن 12 سنه، وهي مواصفات كان بيعرفها كل افراد عصابته. وكان اي طفل بينطبق عليه المواصفات دي كان افراد عصابته بيستدرجوه ويجيبوه ليه. رجال الشرطه وقت التحقيق كانوا مصابين بالذهول لما التوربيني كشف لهم عن جرائم كتير هم ما يعرفوش عنها حاجه، وارشدهم كمان عن جثث ضحايا جدد واماكن كمان دفنهم، وكان من ضمنهم الثلاث بنات. افراد الشرطه راحت للاماكن اللي قال عليها التوربيني، والمفاجاه الكبيره لما قدروا يخرجوا 17 جثه تضاف لل 15 جثه اللي لاقوهم قبل كده، عشان يوصل العدد الاجمالي ل 32 جثه، وكانوا للاسف كلهم من الاطفال. وبالعدد المخيف ده اتربع التوربيني على عرش سفاحين مصر بلا منازع. وبرر التوربيني جرايمه اللي عملها بانها اعاده انتاج للي اتعرض ليه وهو صغير. وبعد اعتراف التوربيني قدام النيابه حولته النيابه للمحاكمه بعد ما نسبت اليه جرائم استدراج وخطف وقتل 32 طفل. وساعتها اصدرت المحكمه حكمها النهائي بالاعدام على كل من رمضان عبد الرحمن وشهرته التوربيني، وفرج سمير وشهرته حناطه، وباقي افراد العصابه كان بالسجن من 15 سنه ل 40 ل 45 سنه. وطبعا تم ايداعهم داخل سجن الاحداث لحداثه سنهم. وفي صباح يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر لسنه 2010 تم تنفيذ حكم الاعدام على التوربيني عن عمر يناهز ال 27 سنه. وبموته انتهت اقبح مرحله في تاريخ مصر، وانتهت صفحه سفاح الاطفال للابد. وفي الاخر كل الكلام اللي اتقال في الحلقه ده مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وانا بحاول اجمع لك الموضوع بشكل سهل عشان يقدر يوصل لك بطريقه مبسطه. وبنهايه الحلقه عرفنا رايك في الكومنتات، وما تنساش لو الحلقه عجبتك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك اشعار باي فيديو جديد. وما تنساش اللايك والشير، الحاجات دي بتفرق جدا في نمو القناه ونشرها لاكبر عدد من الناس. ولو حابب تتابعني على الفيسبوك او التيك توك هتلاقي رابط موجوده في صندوق الوصف. في سنة 2012 المكان محافظة المنيا مدينة بني مزار. يوصل بلاغ للشرطة من كاملة حسان عبد الفتاح، ربة منزل وبتقيم في قرية بني مزار. قالت في بلاغها إن بنات جوزها الثلاثة هند 8 سنين وفاطمة 6 سنين وصابرين 3 سنين ميتين على سريرهم، والسبب لدغهم بتعبان. وعليه انتقلت الشرطة لمكان البلاغ وكانت المفاجأة. وعشان نعرف تفاصيل الحكاية يبقى نرجع من البداية. وقبل ما نبتدي التفاصيل، أنا أحمد، ولو أول مرة تشوف قناتي ولا أقول لك بلا تعريف، لو أنت بتحب قصص الجريمة والغموض والماورائيات يبقى اشترك في القناة عشان ما تتوهش منك في زحمة القنوات وتعرف تلاقيها بسرعة. ويلا بقى اعمل لك حاجة سخنة في الجو الساقع اللي احنا فيه ونبتدي حكاية. حمدي محمد فؤاد أمين شرطة شغال بالسكة الحديد، عنده 32 سنة وهو أب ل3 بنات، وكان لسه ربنا رزقه بطفل من زوجته التانية عنده 20 يوم. طفولة حمدي هي اللي شكلت جزء كبير من شخصيته. والد حمدي كان راجل غلبان والدنيا ضاقت بيه، فسافر للعراق عشان يشتغل هناك، وساب ساعتها حمدي واخته وامه لوحدهم في مصر. والدة حمدي بعد غياب زوجها لسفره للعراق ابتدت تمشي مشي مش كويس وتتعرف على رجاله. ولما والد حمدي وصلوا الاخبار دي نزل مصر على طول، وساعتها قامت مشكله كبيره بين ابوه وامه، والخلاف وصل لدرجه ان اخواله كانوا ماسكين والده وحاطين على رقبته السكينه عشان يطلق امه. موقف غريب ومش مفهوم، ازاي امه تكون واحده خاينه وكمان اخوات امه هم اللي هددوا ابوه عشان يطلقها. وبعد ما والده يطلق امه انقهر والده من كل اللي حصل له، وبسبب حزنه الشديد والده مات. وبعدها اتنقل هو واخته لبيت جده وجدته بني سويف اللي ربوهم وعاشوا معاهم في بيتهم لحد ما كبروا. عاش حمدي هو واخته والعار ملازمهم بسبب امه اللي مشيها بطال وابوه اللي مات من القهر والظلم. كبر حمدي وجدته قالت له عايزين نجوزك، واختارت له واحده من القريه اسمها اسماء. اتجوز حمدي من اسماء، واللي يكتشف في الصباحيه انها مش عذراء. ولما اتكلم معاها قالت له ده بسبب انها كانت بتركب عجل كتير وهو اللي عمل فيها كده. حمدي سمعها واتجاهل الموضوع، لكن من ساعتها والشك دخل قلبه. وبالرغم من كده حمدي خلى بنته الاولى هند، وبعدها جت فاطمه، وبعدها صابرين. وحمدي بسبب انه انطوائي وما بيختلطش بحد اتاخر قوي عن سماع ومعرفه حقيقه مراته، لكن للاسف كلام الناس كان كتير
على سوء سمعة مراته إنها ليها عشيق تاني وعاشقها من نفس القرية اللي هو قاعد فيها. ساعتها كترت المشاكل بين حمدي وأسماء لدرجة إنها في المشاكل كانت بتقول له إن البنات دول مش بناتها. ساعتها حمدي طلب من زوجته إنهم يسيبوا بني سويف ويرجعوا على قريته في بني مزار. رفضت أسماء وقالت له أنا مش هتحرك من هنا، ولو عايز تمشي أنت اتفضل امشي. حمدي فعلا وافقها وطلقها، ووقت الطلاق قالت له أنا مش هربي بناتك وخد بناتك معاك. وبالفعل حمدي طلق أسماء وخد بناته الثلاثة ورجعوا على قريته في بني مزار. وللأسف بعد طلاقه لزوجته وصلت له أخبار إن زوجته اتجوزت من الشخص اللي هي كانت ماشية معاه. الأمر ساعتها اللي زود الشك جوه حمدي إن البنات دول مش بناته، وأكيد إن البنات دي من الراجل اللي كانت تعرفه مراته. لكن برضه حمدي قرر ينسى كل شيء ويكمل حياته هو وبناته. وبعد كده حمدي اتعرف على زوجته الثانية اللي كانت وقتها مطلقة واتجوزوا، واتفق معاها ان مش هيكون في بينهم اولاد او ان يكون في انجاب غير بعد سنتين. ومن وقتها حمدي ابتدى يعامل بناته بشكل وحش، وضرب واهانه وشتيمه عمال على بطال، لان بقى فيها حاجه عنده جواه عماله تقول له ان البنات دي مش بناتك، او ان حبه وخوفه عليهم من انهم يطلعوا زي امهم وامه ويمشوا في طريق مش كويس زيهم هو اللي خلاه يعمل اللي هنقوله دلوقتي. هنا حمدي بعد تفكير كبير وصل للاخر انه يقتل بناته. بس المشكله هنا ازاي وفين وايه الطريقه اللي يخلص عليها بيهم وما يتكشفش. والفكره اللي جات له انه يخلص عليهم بالسم، بس مش للاسف مش السم اللي احنا بنحطه في الاكل، لا ده راح يجيب سم من المصدر نفسه. طلع حمدي على حديقه الحيوان ودخل الناس اللي شغاله في الحديقه وقال لهم انا شغال في كليه صيدله بجامعه بني سويف وعاوز اشتري تعبان كبرى علشان الطلبه يعملوا عليه ابحاث. الناس اللي شغاله في الحديقه قالوا له احنا ما بنبيعش تعابين، ولو عايز تعابين ممكن تطلع على سوق الجمعه وهتلاقي طلبك هناك. اتحرك حمدي على منطقه السيده عيشه ووصل على سوق الجمعه وسال هناك على اي حد بيبيع تعابين لحد ما وصلوه لواحد اسمه ابراهيم. وسوق الجمعه اللي ما يعرفوش ده سوق كبير جدا في منطقه السيده عيشه بيتباع فيه كل حاجه ممكن تتخيلها، من خرده لاساس منزلي لحيوانات وكلاب وصقور وحمام وعصافير وتعابين. وصل حمدي لابراهيم بياع التعابين وقال له انا عايز تعبان كبرى، وقال له نفس السبب انه شغال في كليه صيدله ومحتاج تعبان كبرى عشان الطلبه يتدربوا عليه. ابراهيم البياع باع له تعبان كبرى وخد منه 500 جنيه. وبعد ما مشي حمدي بالتعبان ووصل بلده اكتشف ان التعبان ما هوش سم. اتصل ساعتها حمدي بابراهيم وقال له على اللي حصل. رد عليه ابراهيم وقال له ايوه انا التعبان اللي مديهولك انا نازع منه السم، وانتوا هتحتاجوا السم في ايه؟ حمدي قال له الجامعه طالبين واحد يكون سام عشان التجارب والابحاث اللي هيعملوها محتاجه تعبان يكون سام. رجع حمدي تاني لابراهيم عشان يرجع له التعبان وقال له انه محتاج يعلمه ازاي يتعامل مع التعابين وازاي يتحكم فيهم وفي السم اللي بيطلع منهم. هنا فهم حمدي ان التعبان لو خرج السم منه بيحتاج التعبان مش اقل من ساعتين عشان يجمع سم من جديد، وان السم عشان مفعوله يكون قوي انه لازم يجوع التعبان لمده 20 يوم. وعليه حمدي فهم واشترى منه 3 تعابين. ساعتها ابراهيم رد عليه وقال له تعالى لي كمان 15 يوم اكون جهزت لك طلبك. رجع حمدي تاني لقريته وهو منتظر ال 15 يوم عشان يخلصوا. وبعد ال 15 يوم رجع حمدي للبياع اللي كان فعلا جهز له طلبه وجهز له ال3 تعابين الكبرى. لا وكمان ده كان عمل عليهم عرض واداله الثلاثه ب 1150. بيقول حمدي وهو راجع في القطر ومعاه التعابين اتصلوا بيه وبلغوه ان زوجته خلفت ابنه محمد. وقتها صحي ضميره وحس ببشاعه اللي هيعمله ببناته، وبسرعه رمى كيس التعابين من شباك القطر. ولما وصل البيت لقى مراته اللي لسه مخلفه ابنه عماله تزعق في بناته بتشتمهم وبتسيء ليهم. رجع تاني حمدي في التفكير في البنات وانه لو مات اكيد بناته يهربوا في يوم من الايام من البيت بسبب معامله مرات ابوهم ليهم، واكيد هيمشوا في المشي البطال زي ما مشيت امهم وامه. راح حمدي متصل بتاجر التعابين تاني وقال له انا عايز تعبانين كبرى ويكونوا اقوى حاجه عندك ويكونوا كبار وما يقلش طولهم عن 180 سم. وسافر حمدي وخد القفعتين من الراجل ورجع تاني على البلد. ورجع حمدي البيت لقى مراته محميه البنات وملبساهم لبس نظيف وجميل ودخلت عشان تنيمهم. دخل ساعتها حمدي اوضه بناته وكان ساعتها بنته الكبيره هند اللي عندها 8 سنين كانت لسه صاحيه. حمدي لما شافها صاحيه قال لها يلا نامي زي اخواتك. بنته وهي بتنام شافته معاه كيس وبيطلع منه تعبان. ساعتها بنته قالت له خلي بالك يا بابا للتعبان يقرصها. قال لها نامي انت وما تخافيش. وخلاها اول ما غمضت عينيها مسك التعبان من راسه جامد وقربه من كعب رجلها وقام ضارب التعبان على دماغه عشان التعبان يلدغها في رجلها. البنت اول ما حست بالقرصه قامت مصوته جامد، قام زقها على السرير وكتم نفسها بالمخده لحد ما ماتت. وبعدها دخل على بناته فاطمه وصابرين وخلص عليهم بنفس الطريقه. وماتت هند وفاطمه وصابرين وهم مش عارفين باي ذنب هم اتقتلوا. والافظع ان ماتت هند وهي شايفه مين اللي بيقتلها ومش فاهمه ولا عارفه
هو عمل فيها كده ليه. وعلى الساعه 7 الصبح نزل حمدي بالتعابين وراح حرقهم عشان يخفي سلاح الجريمه، لكن ما قدرش يحرق غير تعبان واحد والتاني هرب منه في قلب الارض الزراعيه. ونرجع تاني لبدايه حكايتنا لما زوجة ابراهيم اتصلت بالشرطه وقالت لهم ان الثلاث بنات لقيتهم ميتين في الاوضه بلدغ التعبان. الا عليه اتحركت الشرطه لمكان البلاغ وكانوا مستغربين من سبب الوفاه، وان ازاي 3 اطفال يموتوا بلدغ التعبان، ومين اصلا اللي هيجيب التعابين هنا في بلد ما فيهاش اي نوع من انواع التعابين السامه. وعليه الشرطه شكت في الامر وان اكيد حاله الوفاه دي بفعل فاعل. الا عليه قبضت على الاب وزوجته، وعشان تتاكد الشرطه ان حالات الوفاه فعل فاعل ولا امر طبيعي جابوا ساعتها حاوي من البلد. والحاوي ده شخص بيفهم في التعابين وبيفهم في انواعها وبيعرف يتعامل معاهم. ولما حضر الحاوي وشاف اللدغات اللي موجوده في جسم البنات كان ليه اكتر من ملاحظه. اولا قال لهم ان اللدغات دي من تعبان كبرى وكمان حجمه كبير وان النوع ده عمره ما يتواجد في البلد هنا. وثانيا قال لهم ان البنات دول ماتوا ب3 تعابين مش بتعبان واحد، لان التعبان بيحتاج اكتر من ساعتين عشان يقدر يجمع سم من جديد. وثالثا وهو الاهم قال لهم ان التعبان استحاله يهاجم حد وهو نايم، وان التعبان ما بيهاجمش حد غير لو الشخص التاني هجم عليه. واخيرا قال لهم ان اللدغ ده بفعل فاعل، وده كان واضح من بعد علامات اسنان انياب التعبان اللي بتبين ان في حد كان بيضغط على فك التعبان عشان يطلع منه السم. اول ما سمعت الشرطه كلام الحاوي كان كل همها تعرف مين الجاني، الاب ام زوجة الاب. وعليه حمدي مره واحده قال لرجال الشرطه، قال لهم انتوا مش مستغربين من حاجه؟ مش مستغربين انكم لقيتوا في جيبي كبريت وانا اصلا ما بدخنش؟ وانا قلت لكم ان انا ما بدخنش. رجال الشرطه سمعوه ومش فاهمين هو يقصد ايه. ساعتها ما لحقوش يستغربوا لانه بادرهم بالرد. قال لهم الكبريت ده اللي حرقت بيه التعابين، وسرد لهم كل تفاصيل الجريمه. من صعوبه اللي سمعوه قالوا له انت اكيد بتهزي، او ان جات له حاله صدمه بسبب موت بناته، او انه بيخرف باي كلام. ولما سالوه انت حرقت التعابين فين؟ قال لهم على المكان اللي حرق فيه التعابين. وراحوا فعلا افراد الشرطه على المكان اللي قال عليه حمدي ولقوا فعلا اثار لحرق تعابين في المكان اللي قال عليه. وكانت هنا الصدمه لرجال الشرطه والاهل القريه والمصر كلها. وكان سؤال الشرطه معاه ايه الدافع اللي خلاك ترتكب جريمه زي كده؟ قال لهم حمدي دافعي لارتكاب جريمتي هو كره الشديد للبنات، وده كان راجع لشكي في سلوك امهم، وان البنات دي ممكن ما تكونش بناتي، وانه كان بيحس بالخزي والعار ان كل خلفته بنات، وبسبب سلوك زوجته الاولى اللي خانته مع واحد تاني واتجوزته بعد كده واللي شاف عليه امه زمان وخيانتها لابوه، كل ده شكل جواه كره كبير للبنات. وبعد اعتراف حمدي لجريمته تحول للمحاكمه، وعليه طلب محامي المتهم استعمال اقصى درجات الرأفه للمتهم، لان دافع القتل هو حمايه بناته من مصير مشابه لامه وامهم، والخوف على بناته من ملاحقه سمعه امهم ليهم، وان موكله مريض نفسي وغير مدرك لبشاعه اللي عمله. وعليه قالت محكمه النيابات بالمنيا بمعاقبه امين الشرطه حمدي محمد فؤاد بالسجن 15 سنه لاتهامه بقتل بناته ال3 بلدغهم بالتعبان. 15 سنه في 3 بنات يا بلاش. انا معرفش حساسيه الحكم او افهم في القانون، بس لو حد خطط وفكر واتدرب عشان يتعامل مع تعبان بحجم خطورته الكبرى وبعد كده يقتل بيه بناته ال3 استحاله يكون مختل عقليا، حتى لو المحامي جاب شهاده بعدم سلامه قواه العقليه. وفي الاخر في رب هيقتص يوم القيامه. وبنهايه الحلقه كل الكلام اللي اتقال في الحلقه مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وانا بحاول اجمع لك الموضوع عشان يوصل لك بشكل سهل. وما تنساش لو انت على اليوتيوب تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولو انت على الفيسبوك تعمل لايك للصفحه. ويلا اشوفكم على خير الحلقه الجايه، وكان معاكم تركي الزامل. خان اقرب انسان وقف جنبه وقتله. لا وما اكتفاش بكده، ده قتل زوجته وابنه، وكل ده عشان ايه؟ ده اللي هنعرفه النهارده في قصتنا. وعشان نفهم الحكايه يبقى نرجع للبدايه، نرجع بالزمن شويه لورا، وبالتحديد في سنه 1966 اول ما بدات قصه سفاح الصحراء واللي اسمه الحقيقي تركي الزامل. تركي الزامل شاب بسيط من اسره بسيطه، كان شخص متجوز وعنده 3 اولاد. والده كان شغال في الكويت، واول ما تركي انتهت خدمته في الجيش والده خده بسرعه للكويت عشان يشتغل هناك. وهناك والده كان شغال في مجال المعمار والبنى، وخد ابنه عشان يشتغل معاه. ووالده حب يساعد ابنه اكتر، اشترى له عربيه نص نقل عشان يشتغل بيها في الرمل والزلط واعمال البنى. ومن هنا بدات ميول تركي وشخصيته الحقيقيه. وقبل ما نبتدي في التفاصيل، انا احمد، ولو انت اول مره تشوف قناتي فانا بنزل قصص وحكايات مثيره للاهتمام. ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناه. ويلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. تركي بدأ في الانحدار والنصب والاحتيال على الناس لدرجة انه كان بينصب عليهم ويتمسك ويتجلد ويخرج من السجن ويرجع تاني لنفس اعمال النصب
ابوه ساعتها احتار في امره وقال ممكن لو جبت له زوجته وعياله هنا حاله ممكن يتعدل، لكن للاسف زاد الطينه بله، واول ما وصلت زوجته وعياله زادت مسؤولياته، وبدل ما كان عنده 3 اولاد بقى عنده 6 اولاد. وللاسف بسبب مشي تركي البطال والنصب والاحتيال باع العربيه اللي كان جايبها له ابوه عشان يشتغل عليها. ولما حاله اتدهور اكتر وزوجته عرفت بحقيقته اللي كانت اصلا ما تعرفهاش، طلبت منه انه يرجعها لاهلها في سوريا وطلبت منه الطلاق، لكن تركي رفض انه يطلقها ولا حتى انه يرجعها بلدها تاني. قامت زوجته اتصلت باهلها في سوريا وحكت لهم على كل حاجه، ان جوزها نصاب وسمعته مش كويسه وان الحال اللي هي عايشه فيه مش كويس خالص. وساعتها اهلها ما كدبوش خبر وبعتوا لها اخوها الكبير عشان يتفاهم مع جوزها. ولما نزل اخوها وسمع وشاف اللي اخته وعيالها عايشاه وكمان رفض جوزها انه يسفرها او حتى يدوم الباسبور عشان يقدروا يسافروا، ساعتها اخوها قال لازم ناخد موقف. وفعلا اخوها طلع على السفاره وقدر يعمل لها اوراق انها ترجع تاني لسوريا. وهنا رجع تاني تركي يعيش لوحده، ووقتها علاقته بجيرانه زادت اكتر، او بمعنى اصح كان ليه جار اسمه عبد القادر صعب عليه تركي اللي مراته سابته ومشي، زائد الظروف اللي كان بيمر بها تركي. وعشان جاره عبد القادر شخص طيب القلب ونيته طيبه قرب من تركي عشان يهون عليه، وكمان هم كلهم في الهم سوا ومتغربين، وكان شايف ان ملوش صاحب ولا ليه حد يسال عليه. اكرمه عبد القادر ودخله بيته وكان بيغديه ويعشيه عنده، لدرجه انه كان بيديه هدوم من هدومه. على النقيض الناحيه الثانيه تركي كان بيشوف عبد القادر شخص ناجح ومقتدر ماديا ومستقر اجتماعيا وبيته من افضل ما يكون، وكمان زوجته سعيده معاه، الامر اللي خلى تركي يدخل الغيره والحقد لقلبه، والامر اللي خلاه يقرب اكتر من عبد القادر ويرتكب افظع جريمه في حق اسره عبد القادر. نرجع ليوم الجريمه. سنة 1972 تركي طلب من عبد القادر انه يروح معاه عشان يدور على شغل. عبد القادر بسبب انه شخص طيب وافقه وراح معاه، وكمان خلاه هو يسوق العربية مكانه كنوع من الاخوة والمحبة. وفجأة تركي وهما ماشيين بالعربية دخل بيه جوه الصحراء، وقال لنفسه هو ليه تركي دخل بينا في المكان ده؟ ومرة واحدة تركي وقف العربية وطلع سكينة من جيبه وهدد عبد القادر بيها، وقال له انزل من العربية وطلع كل اللي في جيبك. عبد القادر ساعتها كان في حالة صدمة ومش مصدق اللي بيسمعه او من اللي بيحصل، ومرة واحدة بدون اي انذار تركي ضربه بالسكينة في رقبته. عبد القادر يا عيني خد الضربه من هنا، نزل من العربيه وفضل يجري زي الفرخه المذبوحه. قام تركي بكل برود طلع المسدس اللي في جيبه وضرب عبد القادر رصاصتين وخد العربيه ومشي. تفتكر ان الموضوع خلص على كده وان تركي اكتفى بالعربيه اللي خدها والفلوس اللي خدها من صديق عمره وخيانته للصداقه والمعروف؟ للاسف لا، تركي خد العربيه ورجع لبيت عبد القادر وفضل يزمر لحد ما زوجة عبد القادر طلعت من البيت، وكان في اعتقادها اللي في العربيه جوزها، لكن اتفاجئت اللي موجود في العربيه تركي. ولما سالته على عبد القادر قال لها هو اتورط في مشكله مع الشرطه وهرب منهم، وبيقول لك لمي كل ما هو غالي ومهم وحطيه جوه شنطه وانا هعدي عليك بعد ساعتين واخدك واوديك عنده. وفعلا زوجة عبد القادر ما كدبتش خبر ودخلت بيتها لمت كل ما هو غالي ونفيس عشان تقدر تحطه جوه الشنطه، وقعدت مستنيه تركي ياخدها عشان يوديها عند جوزها. وكمان برضو يا عيني هي ما كانتش فاهمه في ايه. تركي بكل برود الدم راح قعد على قهوه وفضل يتمشى شويه وهو ولا كانه قاتل صديقه او الراجل اللي حن عليه واعتبره واحد من عيلته. تركي خلص لف وتمشيه ورجع على بعد المغرب وخد زوجة عبد القادر وابنها اللي عنده سنتين. زوجة عبد القادر ركبت معاه وهي كلها قلق على جوزها وما كانتش عارفه انها هتكون الضحيه الثانيه. تركي خدها ومشي بيها لحد ما وصل لمكان نفايات بتروليه وطلب منها زي ما طلب من جوزها بالظبط انها تنزل من العربيه، وخرج السكينه من جيبه وقال لها اسمعي الكلام والا هقتلك زي ما قتلت جوزك بالظبط. ساعتها اتصدمت من اللي سمعته وفضلت تصرخ وتصوت بحرقه. فضل ساعتها يهدد فيها عشان تنزل من العربيه وهي كانت بتقاومه بشده، وهو كان مصر عشان ينزلها من العربيه واعتدى عليها وبعد كده يقتلها، لكن مقاومتها واصرارها على المقاومه خلته يضربها بالمسدس في دماغها من مسافه صفر زي ما بيقولوا. كل ده حصل قدام ابنها اللي عنده سنتين. وتفتكروا ان هو ساب ابنها؟ اكيد لا، خد الولد من ايد امه الميته والولد صعب عليه، وبدل ما يضربه بالرصاص جاب حجر وفضل يضرب على دماغه لحد ما كسر جمجمته، ورمى الام في مقلب النفايات وفوقيها ابنها اللي عنده سنتين. هرب تركي وخد العربيه والشنطه وهرب، وما كانش عارف ساعتها هيروح فين ولا يعمل ايه بعد ما قتل صديقه وزوجته وابنه. طلع تركي على صديق ليه اسمه عطوان واداله الشنطه وقال له ان الشنطه دي امانه ويخليها معاه، وطلب منه انه ما يفتحهاش وان الشنطه دي امانه معاه وهو كام يوم وهيعدي ياخدها. وبعدها راح استخبى عند زميل ليه عراقي اسمه شريف وكمل حياته عادي على امل ان كل حاجه هتمشي تمام، وانه في الاخر هيفوز بالشنطه اللي مليانه الذهب، لكن مفيش جريمه كامله وان الساقي سيسقى بما سقى وهينال جزاؤه اكيد. راعي غنم كان بيرعى الغنم هو وصديقه ليه في الصحراء، كانوا بيرعوا الاغنام والجمال بتاعتهم وهم قاعدين شايفين حد من بعيد عمال يمشي خطوتين ويقع ويقوم ويقع. استغربوا قاموا جريوا وراحوا عند الشخص ده لحد ما اتفاجئوا ان واحد قدامهم عمال ينزف في الدم. حاولوا يكلموه يفهموا منه اي حاجه او ايه اللي حصل له، قام كاتب لهم على الرمله تركي
هم يعني مش فاهمين، قالوا له ده اسمك، وهو برضه يكتب على الرمله بايده تركي. ولما وصلوا ان هم مش فاهمين منه اي حاجه قاموا متصلين بالشرطه، والحظوا ان الشرطه كانت قريبه ووصلت بسرعه للمكان. واول ما الشرطه وصلت حاولت تفهم منه هو ايه اللي حصل له او مين عمل فيه كده، وهو ما كانش بيكتب على الرمله غير تركي، تركي الزامل. الشرطه ساعتها جابت له ورقه وقلم عشان يكتب اي حاجه او يفهموا منه اي شيء. خد الورقه وكتب الكلام اللي قدامكم ده. قعد يكتب في الورقة تركي، تركي الزامل، تركي، تركي. بيكتب يا عيني من هول الصدمة والحرقة، وإنه مش مصدق إن اللي غدر بيه هو الإنسان اللي حن عليه. الشرطة لما حست إنها مش هتفهم حاجة خدته ونقلته للمستشفى بسرعة، واتحجز ساعتها في العناية المركزة، اللي للأسف أول ما دخل العناية كان مات خلاص. مات عبد القادر بسبب طيبته وجدعنته، مات بسبب أصله الطيب، مات بسبب شهامته ووقفته في زمن صعب تكون فيه شهم. ومات عبد القادر والشرطه مش عارفه مين الجثه اللي قدامها دي. بعد يومين اصدقاء عبد القادر في الشغل قلقوا عليه لانهم مش متعودين على غيابه وانه شخص ملتزم. اصحابه يتصلوا بيه تليفونه مقفول، يروحوا البيت ويخبطوا ومفيش حد بيفتح. ومن كتر قلقهم وخلاص هم فقدوا الامل راحوا على الشرطه وعملوا بلاغ ان صديقهم متغيب بقاله يومين ومش عارفين يوصلوا له. الشرطه ساعتها خدت مواصفات صديقهم، وبعد ما ضابط الشرطه خد المواصفات طلع لهم صوره جثه عبد القادر وسالهم ان كان هو ده ولا لا. وهم اول ما شافوا الصوره اتصدموا وقالوا ايوه هو ده صديقنا. سالهم ساعتها الضابط على طول تعرفوا حد اسمه تركي؟ فقالوا له طبعا ده اعز اصدقائه وكمان جاره. استغرب الضابط من كلمه اعز اصدقائه وليه عبد القادر كان بيفضل يكتب في اسمه. الضابط ساعتها خد قوه وراح على بيت عبد القادر عشان يقابل زوجته اللي اكتشف انها مش موجوده. ساعتها الضابط قال مفيش غير احتمالين، يا اما هي قتلته وهربت مع تركي او تركي صديقه هو اللي قتله. وفضلت رحله البحث عن الزوجه على اساس ان سر الجريمه معاها. ومفيش كام يوم ويجي بلاغ لاسم الشرطه من راعي غنم كان ماشي قريب من مقلب نفايات واكتشف جثه لسيده وطفل صغير. ساعتها الشرطه جرت على مكان مسرح الجريمه ونقلوا الزوجه والطفل للمشرحه، اللي اتضح ان هي مقتوله بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها جوزها وهي الضرب بالرصاص. وعشان يتاكدوا ان دي زوجه عبد القادر جابوا جيران واصدقاء عبد القادر عشان يتعرفوا على الجثه، اللي اكدوا ساعتها بانها زوجه عبد القادر وابنه، وانها كانت انسانه طيبه وان علاقتها كانت كويسه مع جوزها ومع جيرانها والكل كان بيحبها. هنا الضابط اتاكد ان عمل جريمه القتل دي هو تركي، وفهم ليه عبد القادر كان بيفضل يكتب في اسمه. الشرطه كثفت البحث عن تركي في كل مكان وكمان نشروا صورته وخبر جريمته في الجرايد. ساعتها اتعرف عليه صاحب المصنع اللي شغال فيه عطوان صديق تركي. صاحب المصنع بلغ عطوان وقال له مش ده صديقك اللي انا شفته كان واقف معاك؟ وبلغ عطوان باللي عمله صاحبه وتفاصيل الجريمه. عطوان ساعتها خاف وقال لصاحب المصنع ده سايب معايا امانه عباره عن شنطه مقفوله. صاحب المصنع قال له هات الشنطه، ولما فتحوها لقوا فيها ممتلكات من ذهب وفلوس. ساعتها اتاكدوا بان الكلام مظبوط وانهم لازم يتصرفوا. صاحب المصنع قال له احنا نستنى صاحبك لما يجي ياخد الشنطه ونمسكه ونسلمه للشرطه. لكن تركي كان اذكى منهم وبعت لهم صديقه العراقي، لكن هم فضلوا على نفس خطتهم. وعطوان حاول يعطل الشاب العراقي على قد ما يقدر، وصاحب المصنع اتصل بالشرطه عشان يبلغهم. وفعلا الشرطه وصلت وقبضت على الشاب العراقي، وساعتها سالوه عن مكان تركي اللي انكر ساعتها معرفته بيه وقال انه ما يعرفوش. وبعد ما ضغطوا عليه وانه هيكون كده شريك معاه في الجريمه ارشدهم على طول بمكانه وراحوا لتركي واخيرا قبضوا عليه. الغريبه ان تركي فضل 7 شهور ينكر التهمه الموجهه اليه رغم كل الدلائل وشنطه المسروقات اللي لقوها معاه، الا انه فضل يطلع بحكايات غريبه بان اللي عمل كده المخابرات وهم اللي قتلوا عبد القادر عشان جاسوس وهتقول لي السفير بتاعي وانكم عايزين تشيلوني التهمه. وعايز اقول لكم فضل يقول الكلام ده لحد ما اعدموه. واخيرا في سنه 1973 تم الحكم على تركي الزامل بالاعدام شنقا في ميدان عام، واتنفذ ساعتها حكم الاعدام في ابشع واصعب جريمه حصلت وقتها في تاريخ الكويت. ورحم الله عبد القادر وزوجته وابنه. واخيرا كل الكلام اللي اتقال في الحلقه ده مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وانا بحاول اجمع لك الموضوع بشكل سهل عشان يقدر يوصل لك بطريقه مبسطه. وبنهايه الحلقه عرفني رايك في الكومنتات، ولو حابب اي موضوع نتكلم فيه اكتب لي. وما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك اشعار بكل حلقه جديده. وما تنساش اللايك والشير، الحاجات دي بتفرق جدا في نمو القناه ونشرها لاكبر عدد من الناس. وانت في سنة 2008 وبداية الأزمة العالمية وانهيار البورصة حصلت واحدة من أغرب الجرائم وأحزانها في تاريخ مصر. وفي لحظة يأس وضعف وانهيار قام مهندس مصري بقتل أسرته بالكامل، زوجته وابنه وبنته. وعشان نعرف تفاصيل الحكاية يبقى نرجع من البداية. وقبل ما نبتدي التفاصيل أنا أحمد، ولو أول مرة تشوف قناتي فأنا بقدم قصص وحكايات مثيرة للاهتمام. ولو أنت بتحب قصص الجريمة والغموض والماورائيات يبقى اشترك في القناة عشان ما تهش منك في زحمة القنوات وتعرف تلاقيني بسرعة. ويلا اعمل لك أي حاجة دافية وتعالى لي. المهندس شريف حافظ شخص من أسرة مصرية جميلة ومتحبة، أسرة مستواها المادي ممتاز،
قدرت تعلمه وتربيه وتطلعه شخص صالح للمجتمع. كبر شريف واتخرج وبقى مهندس كمبيوتر، واتعرف شريف على زوجته عن طريق صداقة الأسرتين لبعض، ونشأت قصة حب جميلة بين شريف وزوجته، وعليه تم الزواج وربنا رزقهم بولد وبنت. اشتغل شريف في مجاله كمهندس كمبيوتر إلى أن جاءت سنة 1997. وقتها دخل شريف البورصة عن طريق صاحبه أحمد صالح، ومن بعد دخوله في مجال البورصة اتغيرت حياة شريف 180 درجة على المستوى المادي، وده كان بسبب استثماراته في بيع وشراء الأسهم اللي في البورصة. كان وقتها شريف بيستثمر جزء كبير من فلوسه في شراء الأسهم وبيعها، وده كان كله من خلال صديقه أحمد صالح. كسب شريف فلوس كتير واشترى عربية لزوجته وعربية لابنه وعربية لبنته، وعيشهم حياة جميلة ومستقرة. نوصل لسنة 2008. استنى شريف ساعتها انه يستلم ارباحه الربع سنوية من صديقه احمد، لكن ساعتها احمد اختفى. شريف يتصل بيه يلاقي تليفونه مقفول، يروح له عند البيت يلاقي الشقة مقفولة. فضل شريف كده 3 شهور يدور عليه، لكن مفيش. احمد اختفى فص ملح وداب. اختفى احمد وكل فلوس شريف معاه. ومن اللحظة دي بدأ شريف الارتياب والخوف والتفكير في المستقبل اللي جاي، وحس خلاص انها النهاية وان كل شيء هينهار من حواليه. فضل شريف يفكر في زوجته واولاده وازاي يقدر يواجههم بحاجه زي كده، وازاي من بعد ما عودهم على مستوى معيشه معين وبعض العربيات والبيت الجميل ان كل ده هينهار ومش قادر يعيشهم في نفس المستوى اللي متعودين عليه. ومداخل شقته بشارع المعتز بحي النزهه بالقاهره، شريف كان قاعد طول الليل عمال يفكر ويصارع افكاره، وفي لحظه انقلب كل شيء، وفي لحظه شيطانه اقنعه ان ينهي كل حاجه. المهندس شريف زيه زي اي مصري كان معتاد انه يصلح كل شيء في بيته بايده، وكان عنده دولاب كده صغير للعده. وفي نص الليل شريف قام من على سريره وراح على دولاب العده وطلع منه بلطه. خد البلطه وراح على اوضه ابنه وسام ودخل عليه وضربه ضربه واحده على دماغه، وبعدها دخل على اوضه بنته داليا وضربها ضربه واحده على دماغها، وبعدها رجع لاوضته وضرب زوجته بالبلطه برضه على دماغها. ومن بعد ما ضربهم هما الثلاثه بالبلطه رجع تاني لغرفه اولاده وقطع شرايين ايديهم ورجليهم، ونفس الحال لزوجته عشان يتاكد انهم كلهم فرقوا الحياه. وبعد ما قتلهم شريف قعد جنب الجثث لمده 10 ساعات، وبعدها قطع شرايين ايده عشان يحصلهم. وفي صباح نفس اليوم كان اخو زوجة شريف عمال يتصل بيهم، يتصل على اخته ما بتردش، يتصل على شريف ما بيردش، يتصل على الاولاد ما بيردوش. قلق ساعتها اخو الزوجه من عدم ردهم وخد نفسه وقام طالع بسرعه على بيتهم، وقعد يخبط على الباب مفيش حد بيفتح. فضل يخبط جامد لانه متاكد ان هم موجودين جوه بسبب ان عربياتهم كلها مركونه تحت في الشارع. وبعدها ما لقاش حل قدامه غير انه ينادي البواب ويكسر باب الشقه عشان يلاقي اخته وشريف والاولاد كلهم ميتين. وبسرعه اتصل بالشرطه اللي بدورها نقلت الجثامين للمشرحه، وقدروا يلحقوا المهندس شريف من الموت. وقتها كانت الجريمه واضحه لافراد الشرطه اللي اتكهنت بان الزوج هو اللي خلص على اسرته وبعد كده انتحر. كان وقتها صدمه كبيره على الكل ومحدش كان مصدق تكهنات الشرطه، لحد ما فاق المهندس شريف واعترف بكل شيء. ومع كل ده واعتراف الزوج كان اخوات الزوجه وعيلتها مش مصدقين اللي بيقوله، وفضلوا يدافعوا عنه وكمان شهدوا في حقه ان زوج حنون وشخص محترم، ومن المستحيل انه يعمل كده او انه يكون في حاله طبيعيه وقت ارتكاب الجريمه. وكان كل اللي بيعرف المهندس شريف كان بيشهد له بالاحترام وحسن الخلق. وبعد اعتراف القاتل بجريمته بثبات تام تم تحويله للمحاكمه. وفي المحكمه جه المحامي وقال ان موكله مصاب بمرض نفسي وما كانش عارف ايه اللي بيعمله. وهنا يقوم القاتل شريف بقطع كلام المحامي واعتذر له وطلب من هيئه المحكمه انه يتكلم. شريف نفى حجج كل كلام المحامي واكد على سلامه قواه العقليه وقت ارتكاب الجريمه وانه كان واعي تماما للي بيعمله، وطلب من القاضي اصدار حكم الاعدام عليه. وفعلا وفي الجلسه اللي بعدها اصدر القاضي حكم الاعدام على المهندس شريف حافظ عشان يتحقق للشريف اللي بيتمناه ويلحق اسرته. وبعد حكم الاعدام زاروا اقاربه واصدقائه واخواته وحتى اهل زوجته في محاوله منهم انهم يقنعوه بالاستئناف على الحكم وانه يقبل كلام الدفاع بكونه انه ما كانش في قواه العقليه وقت ارتكاب الجريمه. لكن شريف رفض كل شيء، وبعد 7 ايام من اصدار حكم الاعدام عليه دخل واحد من السجانين لزنزانته عشان يلاقيه فارق الحياه. مات شريف بسبب توقف عضله القلب، ومات قبل تنفيذ حكم الاعدام عليه. ومات شريف وهو في عمر ال 55 سنه. شريف رغم انه قتل زوجته واولاده لكن كان في تعاطف كبير من الشعب المصري في قضيته. كانت حاجه غريبه انهم يتعاطفوا مع شخص قاتل، لكن ساعتها شريف ما كانش عايز اي تعاطف،
هو كان عايز القصاص وخلاص. وشريف كان ليه لقاء مشهور مع الاعلامي الكبير محمود سعد اللي قال فيه كل حاجه. قال شريف ان هو كان عايش عشان زوجته واولاده، وانه كان عايش ليهم وبس، وكان بيحاول يساعدهم بكل الطرق. وقال انا ذات نفسي مش عارف ايه القوه المحركه ليا اللي خلتني اعمل كده. لو طبيعتي كانت عدوانيه وعنيفه كنت هقول امر طبيعي، انما انا ضد العنف، وانا عمري ما مديت ايدي على زوجتي ولا على اولادي. وقال انه عنده في البيت دولاب بطول 2 ونص كان كله عدد يدويه وكهربائيه، لانه بطبعه كان بيحب يصلح اي مشكله في البيت من سباكه او كهرباء. وبيقول البلطه اللي استخدمتها كانت اخر حاجه في المعدات، وكان في معدات اقوى منها بكتير، لكن بيقول معرفش ايه الشيء اللي خلاني امسك البلطه واعمل بيها كل اللي عملته ده. وساعتها قال برضو لمحمود سعد ما تقوليش ايه الشراره او البدايه او اللحظه اللي حركت كل ده، انا نفسي مش عارف ايه هي، وايه اللي خلاني اقوم من على السرير واعمل كل ده. حتى بعد موتهم فضلت اقول لنفسي ايه القوه اللي حركتني، انا مش قادر اتخيلها. وقال رغم وقوع المصيبه انا لسه عايش، وانا مش عايز حاجه من الدنيا غير تنفيذ حكم الاعدام عليا، ولا شرطت في النهايه ان اكون مريض نفسي. شريف على ما يقال كانت اخر ايامه في السجن كان كل اللي بيعمله انه كان بيقرا قران ويصلي ويدعو لزوجته واولاده، وكان اخر حاجه قالها انا انسان مش مقبل على الحياه ولازم اخد جزائي. مات شريف في زنزانته بعد الحكم عليه بالاعدام ب7 ايام. ما قدرش يستنى لما يتنفذ عليه الحكم، ومات بتوقف عضله القلب وهبوط حاد في الدوره الدمويه. مات شريف عشان تتقفل اكبر قضيه راي عام في 2008. واشوفكم على خير في حلقات جايه، وكان معاكم احمد. من اول دخولي عالم القصص والحكايات اللي من خلالها بقدر اسرد لكم اي قصه او حكايه مريبه وبنحكيها هنا مع بعض، بيستوقفني القصص المتعلقه بجريمه القتل. بقف قدامها عاجز وفي حاله استنكار واستغراب ان ممكن يكون في بشر عايشين معانا بالشكل ده. واوقات كتير بقول لنفسي انا ايه اللي رماني على الحكايه دي، ما انا كنت عايش زمان في حالي وشايف ان الدنيا امان والبشر مهما صدر منهم طيبين وحلوين. لكن على ارض الواقع في بشر عايشين معانا بس مش بشر، لا عندهم مشاعر ولا إحساس، عبارة عن شياطين وعايشين وسطنا. وفي قصص كتير بسمع عنها وبستغرب وأقول على اللي ارتكبوها جابوا القدرة دي كلها منين. ومجرمنا في حلقة النهاردة من شدة بشاعة جريمته القاضي بنفسه ما كانش مصدق تفاصيلها أو اللي سمعوا عنها، وده اللي خلاه يقول الكلام ده. لكنت انفذ فيكم حكم الاعدام اقطع كل اليوم منكم حته على الشباب اللي راح. صاحبة جريمة النهاردة واحدة صنفها الإعلام والجرايد بإنها أحقر زوجة في مصر. وعشان نعرف تفاصيل الحكاية يبقى نرجع من البداية. والأول أعرفكم بنفسي، أنا أحمد، ولو أنت أول مرة بتشوف قناتي فأنا بنزل قصص وحكايات مثيرة للاهتمام. ولو أنت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار سبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناة. ويلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. الحكاية بدأت في 2008 في محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد في منطقة الأنطرة. والحكاية بدأت لما الشاب وليد الكحال وهو شاب ميسور الحال كان عايز يتجوز زي أي شاب ويستقر، وبما إنه شاب محترم وخجول وملوش علاقات مع البنات فراح لأمه عشان تدور له على عروسة من قرايبه. وأمه ساعتها وقع اختيارها على بنت قريبتهم وكمان جارتهم اللي هي رندا إسماعيل. يعني رندا العروسة الجديدة بتربطهم بيها صلة قرابة وصلة جيرة. واهل رندا لما سمعوا الخبر ده كانوا مرحبين جدا بالجوازه، وده لان وليد كان شاب معروف عنه ان هو شاب محترم وكمان حالته الماديه ميسوره. لكن رندا كان ليها موقف من الجوازه دي، وانها كانت رافضه الجوازه، وكانت رافضه كمان تتجوز جوازه تقليديه او زي اللي بنقول عليها في مصر جواز صالونات. ورندا كان ساعتها نفسها كانت تتجوز عن قصه حب، وعشان كده رفضت رندا الجوازه. ومع اصرار اهلها على الجواز اضطرت انها توافق، واتجوزت رندا من وليد وربنا رزقهم ب3 أولاد. لكن دايما كان في بينهم خناق وشد وجذب، وده بسبب ان وليد كان عنده ضعف او اسباب صحيه بتخليه يكون مش زي ما هي عايزه. وكانت دايما رندا بتعايره بالموضوع ده، ومن كتر المشاكل اللي كانت عن الموضوع ده رندا طلبت الطلاق على امل انها تلاقي واحد تاني يحبه وتحبها وتعيش الحياه اللي كان نفسها فيها. وفي يوم من الايام رندا قعدت مع جوزها وليد وصرحته بعيوبه وانها مش متقبله العيب ده. اتكلمت معاه بكل بجاحه وبدون خجل وطلبت منه الطلاق.
لكن وليد رفض طلب طلاقها وقال لها انه هيحاول يتعالج ويكون احسن، وان فكره الطلاق تشيلها خالص من دماغها. رندا ساعتها ما عجبهاش الكلام وقامت لمت هدومها وخدت عيالها وراحت على بيت اهلها. ومش بس كده، دي راحت على اهلها وقالت لهم على السبب اللي هي عايزه تطلق عشانه، واهلها كان موقفهم انهم رافضين الطلاق وكمان حاولوا انهم يرجعوها بيتها، لكن هي رفضت الرجوع وفضلت قاعده في بيت اهلها 8 شهور. وفي الوقت ده وهي عند اهلها كانت بتنزل السوق عشان تجيب طلبات البيت لاهلها ولعيالها. وفي مره من المرات اتعرفت على شاب في السوق اسمه سيد محمد، واتطورت بينهم العلاقه بسرعه، رغم ان في الوقت ده كان سيد عنده 25 سنه وهي عندها 30 سنه. المهم تطورت العلاقه بسرعه، وسيد طلب منها انهم عايزين يتقابلوا في مكان متداري، بس هي ما كانتش عارفه ازاي لان اهلها دايما متواجدين في البيت على طول، وان مفيش مكان تاني ممكن يقدروا يتقابلوا فيه. وده اللي خلاها تفكر في انها ترجع لبيتها وتصالح جوزها، وده عشان تقدر تجيب سيد البيت في ظل عدم وجود جوزها وهو في الشغل، وان وليد جوزها كان بيقضي معظم وقته بره البيت عشان شغله، وانها في فتره غيابه هتقدر تقابل سيد في بيتها. وفعلا رندا نجحت في تنفيذ خطتها، واول ما جوزها كان بينزل لشغله كان سيد على طول بيطلع لها البيت. لكن سيد مع الوقت ابتدى يشتكي من ان المسافه بعيده عليه، لان رندا لما نقلت لبيت جوزها بقت المسافه بعيده جدا عن مكان سكنه. وهنا بقى الفكره اللي جت لرندا بانها اجرت له شقه يسكن فيها وكمان في نفس الشارع اللي هي ساكنه فيه. ومن الوقت ده ابتدت زيارات سيد تتكرر بشكل يومي عندها في البيت، وكان بيقضي كل الايام عند رندا في فتره غياب وليد في شغله. ولما اولادها كانوا بيسالوها مين ده كانت بتقول لهم ده خالكم. وكان اكتر من مره الاولاد كانوا يقولوا لباباهم ان خالهم كان هنا النهارده. ولما لاحظ وليد ان اولاد دايما يقولوا له ان خاله كان هنا النهارده بقى يحس ان في حاجه غلط. لكن للاسف وليد ما كانش بيقدر يتكلم لانه كان بيحب رندا جدا، وكان خايف لما يفتح معاها موضوع زي ده تقلب عليه الترابيزه وتزعل وتسيب البيت وتمشي. بس وليد برضه كان قلبه حاسس بحاجه غلط، وبقى يحاول يكون في البيت اطول فتره ممكنه، واوقات كان بيغيب عن شغله ويفضل قاعد معاهم في البيت. ومن هنا رندا ابتدت تتضايق وابتدت تفكر في ابشع حاجه ممكن تتخيلها. رندا فكرت في اللحظه دي انها تتخلص منه وانها تقتله. وفعلا كلمت رندا سيد وقالت له على اللي هي بتفكر فيه وقررته، وانها عايزه تتخلص من وليد. وكالعاده سيد وافق على الفكره وتوصله ان هم يقتلوه بالسم، واتفقوا انها تحط السم في الاكل. لكن الموضوع عشان يطلع طبيعي اتفقوا انها تسمه بره البيت. والخطه كانت بقى انها طلبت من وليد انها نفسها تتفسح وتخرج معاه بره ويتغدوا. ووليد يا عيني كان ساعتها طاير من الفرحه لانها اول مره تطلب منه حاجه زي كده. واول ما وليد خدها ووصلوا عند المطعم وطلبوا الاكل طلبت رندا منه انه يطلع يشتري لها ازازه ميه. لكن وليد نادى على الراجل اللي شغال في المطعم وطلب منه ازازه الميه، فطلبت منه حاجه تانية انه يطلع يشتري لها حاجه من بره المحل. واول ما وليد طلع عشان يجيب لها طلبها قامت حطاله بسرعه السم في الاكل. وليد رجع وكمل اكله عادي وهو سعيد، وبعد ما خلص اكله ابتدى يشعر بتقلصات في بطنه ووجع جامد في معدته. واول ما وليد خرج من المحل اغمى عليه. ساعتها الناس اتلموا وشالوه ونقلوه للمستشفى، والحمد لله الدكاتره قدرت تلحق وليد. ولسوء حظ رندا ان وليد ما ماتش، وتم تشخيص حاله وليد انها حاله تسمم نتيجه ان الاكل اللي كله غير صالح. وهنا رندا طلعت منها زي الشعره من العجينه. رندا في الوقت ده كانت هتموت من الغضب وان وليد لسه عايش وما ماتش، وجريت بسرعه على سيد حبيبها اللي بدوره قاعد يلوم فيها وقال لها ان السم اللي انت حطيتيه كان كميه قليله وانها كانت لازم تحط كميه اكتر من كده. واتفقت هي وسيد ان هم هيكرروا العمليه تاني بس بعد فتره من الزمن، واستنوا 5 شهور عشان محدش يشك في حاجه، وابتدت تخطط لعمليه سمه التانيه. وفي يوم رندا وهي قاعده مع جوزها في البيت قالت له ما تيجي نسهر النهارده مع بعض وهقوم نعمل كوبايتين شاي نشربهم مع بعض. دخلت رندا المطبخ تعمل الشاي وحطت في كوبايه وليد كميه كبيره من المبيد الحشري، ووليد الغلبان شرب الشاي وما حسش اي طعم متغير فيه. وما فيش شويه صغيره ومره واحده وليد دخل في حاله اعياء وفضل يتألم جدا من الالم اللي في بطنه. وهنا رندا فرحت انه خلاص بيموت، وعشان تشيل الشكوك من عليها قامت متصله بالاسعاف وقالت عقبال ما الاسعاف يجي هيكون مات ويبان الموضوع طبيعي. ويشاء القدر ان الاسعاف تيجي بسرعه وتنقل وليد للمستشفى ولتاني مره الدكاتره تلحقه ويعيش. هنا بقى رندا مش تتعظ وتقول خلاص كفايه، لكن برضه مفيش فايده. رندا بسرعه اتصلت بسيد وقالت له انت لازم تشوف لي اي طريقه اموته بيها. سيد طلع شهم وقال لها مالكيش دعوه انت المره دي وسيبيها عليا، انا الراجل وانا المفروض اتصرف. سيد قال لها كل اللي عليكي تعمليه انك تخليه يجيب لك حاجه من تحت بس يكون في وقت متاخر وانا هتصرف في الباقي. وبعد شهرين من اخر عمليه تسمم لوليد سيد راح لرندا البيت الصبح وطلب منها في اليوم ده انها تطلب منه اي حاجه ينزل بالليل ويجيبها. وفعلا رندا طلبت من وليد انه ينزل يشتري لها حاجه
الصيدليه اللي تحت. ولما نزل وليد كان سيد مراقبه ونزل وراه واستناه يدخل في شارع ضلمه وجرى عليه وفضل يطعن فيه بالسكينه. سيد طعن وليد بالسكينه في رقبته وفي صدره وفي كل جزء من جسمه، واول ما اتاكد انه مات خد الجثه ورماها في الصرف الصحي. واتسلل سيد من غير ما حد يشوفه البيت رندا وهدومه كلها دم، وقال لها انه خلاص خلص على وليد، اللي بدورها انها جابت له هدوم جديده ودخل ياخد دش. وبعد يومين من قتل وليد جثه وليد ظهرت عايمه على وش ميه الصرف الصحي، والناس اول ما شافوا الجثه بلغوا على طول الشرطه. والجثه للاسف كانت ملهاش ملامح بسبب ميه الصرف الصحي، والجلد تقريبا كان متهالك. الشرطه جت وخدت الجثه، وجه هنا دور الطب الشرعي اللي طلع تقرير وكان التشخيص المبدئي ان الوفاه نتيجه عن عده طعنات متفرقه في الجسم، وان الطعنات واضح الغرض منها القتل العمد، وكان واضح الغل والحقد اللي اتطعن بيه وليد، وده كان بسبب حجم الطعنات وطريقه الطعن. والشرطه قدرت توصل لشخصيه الجثه وانها جثه وليد. قوات الامن بسرعه اتحركوا على بيت وليد، واول ما الشرطه خبطت على الباب فتحت لهم رندا وكانها ما تعرفش ايه اللي حصل. واول ما بلغوها بالخبر فضلت رندا تصوت وتعيط بحرقه لدرجه اني صدقتها رغم اني قرات القصه وعارف مين القاتل. لكن ساعتها رجال الشرطه كانوا مستغربين هو ان ازاي جوزها متغيب ليومين وزوجته ساعتها ما عملتش محضر تغيب او سالت عليه. ولما سالوها قالت ان ده الطبيعي من وليد، وانه ممكن يغيب اكتر من يوم بسبب شغله، وانها كانت فاكراه في الشغل. الشرطه ساعتها سمعت ردها وما كانتش مقتنعه بيه قوي، وعشان كده حطوها في دايره الشك. الشرطه عملوا تحريات عنها وتوصلوا بانها على علاقه بشاب اسمه السيد محمد. الشرطه بسرعه راحت استدعته عشان تحقق معاه هو كمان. ولما سالوه عن علاقته برندا ووليد قال انه صاحب وليد، وانه كان بيروح لهم بشكل يومي عشان يشوف طلبات رندا، وده بناء عن توصيه من وليد. وساعتها الشرطه سابته لان مفيش اي دليل عليه. الشرطه كملت تحقيقها وراحوا لبيت اهل وليد عشان يعرفوا اي حاجه عن وليد او اي شيء ممكن يوصلهم لاي خيط. واثناء التحقيق معاهم لفت انتباه الشرطه ان وليد في خلال سنه اتعرض للتسمم مرتين. وانتبهوا برضو ان اهل وليد ما يعرفوش صاحب لوليد اسمه سيد محمد، وان لو في صحوبيه قويه زي كده كان اكيد اهله عرفوا. وهنا ابتدت الخيوط تتجمع عند رجال الشرطه وشكوا ان في شيء غير طبيعي بين رندا وسيد، وان اكيد سبب قتل وليد هيكون عندهم. والشرطه ساعتها هنا فكرت في حيله قديمه شويه، بس دايما الحيله دي بتجيب في الحالات اللي زي دي. الشرطه استدعت سيد لتكمله التحقيقات وبعدها احتجزوه يومين بحجه استكمال التحقيقات، وبعد كده جابوه عشان يكملوا التحقيق معاه وراحوا قايلين له احنا قبضنا على رندا واعترفت بكل شيء وقالت انك انت اللي قتلت جوزها وان انت العقل المدبر لكل شيء، وانت كده يا ابو السيد هتشيل الموضوع كله لوحدك لو ما قلتش مين شريكتك. وطبعا في الحقيقه هنا الشرطه لا قبضت على رندا ولا اي حاجه، دي حيله بس عشان يوقعوه بيها في الكلام. واول ما قالوا لسيد انك هتشيل العقوبه لوحدك هنا سيد اعترف بكل تفاصيل الجريمه. وهوب بسرعه الشرطه اتحركت على بيت رندا وقبضت عليها وراحوا مواجهينها بكل اعترافات سيد عليها. وكان من رندا انها انهارت وفضلت تعيط واعترفت بكل اللي حصل. وعلى سنه 2018 تم الحكم على رندا والسيد محمد بالاعدام شنقا. وكان اشهر ما في القضيه كلام قاضي المحكمه اللي وجهه لرندا، وانه لو كان بايده كان قطع من جسمها كل يوم قطعه لفظاعه الجرم اللي عملته. مات وليد وكان كل ذنبه انه كان بيحبها، ومات وليد بسبب حبه لبيته ولعياله، ومات برضه بسبب سلبيته. اوقات كتير لا يصح الا الصحيح، وفي اوقات كتير اطفال بتعيش من غير اب او من غير ام، بس افضل بكتير انهم يعيشوا من غير اب وبدون ام اعدمت وجابت لهم العار. وفي الاخر كل الكلام اللي اتقال في الحلقه ده مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وانا بحاول اجمع لك الموضوع بشكل سهل عشان يقدر يوصل لك بطريقه مبسطه. وبنهايه الحلقه عرفنا رايك في الكومنتات، وما تنساش لو الحلقه عجبتك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك اشعار باي فيديو جديد. وما تنساش اللايك والشير، الحاجات دي بتفرق جدا في نمو القناه ونشرها لاكبر عدد من الناس. وانتظروني في حكايات وقصص تانية كتير، وكان معاكم احمد.